ايلون ماسك، الامير اندرو، برنس اندرو، بيل جيتس، إيهود باراك، واسماء كتيرة جدا جدا طلعت في التسريب الاخير او الوثائق اللي افرجت عنها DOJ او وزارة العدل الامريكية. انت بتتكلم في ملايين من الملفات، كله على بعضه انت بتتكلم في 2000 مقطع فيديو و180 ألف صورة، ده غير الايميلات اللي رايحة جاية ما بين جيفري إبستين وشركائه وما بين اسماء كبيرة جدا جدا في العالم. وده عمل دوشة وقنبلة كبيرة جدا كل الناس بتتكلم عنها. في يوم 30 يناير وزارة العدل الامريكية افرجت عن كمية كبيرة جدا من الوثائق، 3.5 مليون وثيقة، كلهم طلعوا في القضية بتاعة جيفري إبستين. إن الوثائق دي كلها طلعت بسبب قانون اسمه قانون الشفافية، وده قانون المضحك في الموضوع إن دونالد ترامب هو اللي ماضي عليه. جيفري إبستين ده واحد ملياردير أمريكي، كان شغال في حاجات كلها ليها علاقة بالفلوس والأموال والماركت. أهم حاجة اتعرف بيها جيفري إبستين هي شبكة علاقاته. كانت شبكة علاقاته هي سبب إن ناس كتير جدا من الأسماء المشهورة كان بيحاولوا يتكلموا معاه ويتواصلوا معاه ويحاولوا يروحوا الحفلات اللي هو بيعملها. طبعا كل الناس دي أنكرت علاقتها بيه حاليا بعد الفضيحة اللي حصلت وبعد التسريبات اللي حصلت. في 2008 أدين في قضية تحرش بقاصرات، ولكن ما اتحبسش قوي، يعني خد حكم مخفف، قعد بيه شوية في سكيم كده، مش في السجن يعني، وأفرج عنه. ناس كتيرة جدا بعد ما اتحبس أنكروا علاقتهم بيه وقالوا إن هم ما يعرفوهوش. من أشهرهم برنس أندرو أو الأمير أندرو في إنجلترا من العيلة المالكة. الراجل ده قال أنا ما كانش ليه علاقة بيه تماما بعد الحبس بتاعه، ولكن في الوثائق اللي طلعت دي كان في إيميل برنس أندرو بعته لجيفري إبستين بيقول له لو عايز تيجي وتعالى عندي في باكنغهام بالاس، يعني في قصر باكنغهام، وقال له علشان يبقى في خصوصية. يعني انت متخيل دخله في مكان يمكن من اهم الاماكن في انجلترا. 2019 بقى كانت يمكن اللحظة الحاسمة في قصة جيفري إبستين، لان جيفري إبستين في 2019 اتهم بالاتجار في البنات القاصرات، ودي كانت تهمة كبيرة جدا. وكان الفكرة ان هو بيجيب بنات قاصرات تحت مسمى ان هم بيعملوا مساج او بيعملوا خدمة التدليك في الجزيرة بتاعته، ولكن طبعا ده ما كانش الهدف، يعني اكيد انت فاهم الهدف. وكان الموضوع كله عبارة عن حاجة كده معمولة علشان خاطر يعمل اتجار بالبنات القاصرات، وكان في اسماء كبيرة جدا متورطة في الموضوع ده. ومن الاسماء اللي كانت صادمة جدا لناس كتيرة هو اسم بيل جيتس. كان في ايميلات ما بين بيل جيتس وجيفري إبستين. بيل جيتس بيتكلم فيها عن ان هو عايز يخفي عن مراته انه عنده امراض جنسية معينة، او هيحط لها مضاد حيوي في الاكل عشان خاطر لو اتنقل لها. ودي طبعا موضوع كبير جدا وفضيحه كبيره جدا، لان بيل جيتس صاحب يمكن واحده من اكبر المؤسسات الخيريه حاليا. إيهود باراك كان في زيارات كتيره جدا بينه وما بين البيت بتاع جيفري إبستين في نيويورك، ده غير ان هو طلب الطياره الخاصه بتاع جيفري إبستين. ايلون ماسك بقى قصته مختلفه تماما. ايلون ماسك ما راحش فعليا الجزيره، ولكن كان في ايميلات بيستفسر فيها على الحفلات اللي موجوده على الجزيره، وبيقول له لو في حفلات جديده جايه قول لي عليها، انا عايز اجي المكان ده. وطبعا ايلون ماسك من ناحيته انكر كل الكلام ده. جيفري إبستين كانت نهايته نهايه غريبه جدا ونهايه متوقعه. في التهمة التانية بتاعته في 2019 اللي هي الاتجار بالبنات القاصرات، كانت نهايته ان لقوه منتحر مربوط بحبل يعني حوالين رقبته، منتحر داخل زنزانته. طبعا محدش ساعتها سأل هل ده حد موته او عمل او ايه اللي حصل، ولكن ده كان متوقع بعد كل التهم اللي اثبتت عليه ديت، ان لقوه ميت في زنزانته. واعلنت بعدها السلطات الرسمية ان هو كان انتحار. لغاية دلوقتي الوثائق بسبب حجمها الكبير عمال يحصل ليها تحليل وبيبصوا عليها وبيحاولوا لها الاسامي، ولكن من الاسماء الكبيرة قوي اللي ذكرت في اللي هو 3.5 مليون وثيقة هي اسم دونالد ترامب واسم بيل كلينتون. وكان ليهم صور كتيرة جدا مع ستات وصور قديمة ليهم مع جيفري إبستين، ولكن كلها على بعضها ما تكونش أي صورة تقدر توجه اتهام بيه للاتنين دول. وده اللي دونالد ترامب اتكلم عنه، قال خلاص نقفل بقى موضوع إبستين ده لأن مفيش حاجة تثبت عليا، وقال أنا ما روحتش الجزيرة بتاعته ولا كان ليا اي علاقه بيه، وانا ما كنتش بحبه اصلا. ولكن لو في حاجه تثبتها الوثائق دي هي تثبت ان كان في علاقه جامده جدا ما بين جيفري إبستين ودونالد ترامب وبيل كلينتون. العلاقه دي كان بينهم صور وايميلات رايحه جايه، ولكن ما تثبتش اي حاجه، يعني ما تقدرش تلاقي حاجه معينه تقدر تمسكها. من المشاكل التانية اللي ظهرت في الاوراق ديت او الوثائق دي هي ان معظمها بصورها بفيديوهاتها بكل حاجه ريداكتد.
redacted يعني محطوط عليها اسود، بمعنى ان انت ممكن تشوف الصورة بس ما تشوفش مين الشخص ده. ليه بيقولوا؟ علشان طبعا حماية الستات او السيدات اللي ظهروا في الفيديوهات والصور، وفي قضايا لسه شغالة. فطبعا كتيرة جدا من الايميلات عليها ريدكشنز او معمول عليها بالاسود، والصور والفيديوهات وحاجات كتيرة جدا مقفولة ومش باينة. وده أثر على عائلات الضحايا أو الناس اللي بدأت تتهم دونالد ترامب وتتهم ناس كتيرة جدا. كلهم بدأوا يشتكوا من الريدكشنز دي، أو إن عليها أسود أو مش باينة أو مشطوبة. بيقولوا إن ده بيحمي ناس يمكن عشان هم أقوياء في البلد وعندهم سلطة، علشان كده أسمائهم مشطوبة من كل الوثائق. التسريبات كلها على بعضها مش قائمة كده بأسماء الناس المتورطين في القضية مع جيفري إبستين، بالعكس هي مجرد وثائق بتوري لك حاجتين. الحاجة الأولى إن الناس دي المشهورين في البلد والأقوياء في البلد والناس اللي ليها سلطة ونفوذ كان ليهم علاقة كبيرة جدا بجيفري إبستين، طبعا بالذات بعد 2008 بعد ما اتحبس أول مرة بدهم التحرش يعني بقاصرات. ده بيدل على طبعا العمق الأخلاقي بتاع الناس دي، إن هم بعد القضية لسه برضو في علاقات وفي إيميلات وفي تورط معاه. تاني حاجة بيوري لك قد إيه إن الإيميلات كلها متاحة وتقدر تتجاب، وبتوري لك عمق المراقبة بالنسبة للإيميلات، بدليل إن إيميلات كتيرة جدا وكل الإيميلات اللي رايحة جاية كلها متاحة، بالذات لما يكون في قضية بالشكل ده. من الحاجات المضحكة اللي حصلت برضو إن اسم رئيس الوزراء الهندي مودي ظهر في الموضوع وظهر في الوثائق دي، وكان جيفري إبستين بيتكلم على الموضوع بلهجة تعالي كده، وبيقول أنا اللي زبطت له الزيارة بتاعته التاريخية لإسرائيل سنة 2017، وبيقول هو راح وغنى ورقص وكل ده لصالح أمريكا. حاجة لطيفة جدا، لأن على طول مكتب رئيس الوزراء الهندي رد وقال دي تأملات تافهة وحاجات ساذجة ومش هنرد عليها. فده بيوري لك حجم التورط وحجم الأسماء الكبيرة اللي كانت موجودة في الوثائق دي، وحجم شبكة معرفة الراجل ده برؤوس كبيرة جدا في البلد. السؤال هو هل في رؤوس كبيرة موجودة في الوثائق دي علشان كده اتشطب عليها، ولا الشطب ده مجرد حماية للناس؟ تفتكر مين الرؤوس الكبيرة اللي مستخبية ورا الأسماء المشطوبة دي؟ اكتب لي في التعليقات وتابعني عشان تعرف كل جديد.